في 6 يناير عام 1990 كان العراق يحتفل بالذكرى السنوية لتأسيس جيشه، ولكن خلف هذا الاحتفال المهيب كانت تنسج خيوط مؤامرة تهدف إلى إسقاط النظام برمته، بما في ذلك الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين. فكيف خطط لذلك؟ وكيف نجا صدام ومن ذلك الضابط العسكري العراقي؟ فما القصة؟ في 6 يناير عام 1990 كانت العراق على موعد مع محاولة انقلابية تهدد نظام الرئيس العراقي صدام حسين. هذه القصة تبدأ مع ضابط في الجيش العراقي يدعى سطم غنام الجبوري، الذي قاد خطة سرية للإطاحة بالنظام الحاكم في ظل ضغوط وتدخلات غربية تهدف لإسقاط نظام صدام حسين. ولد النقيب سطم غنام الجبوري في يوليو عام 1962 في قرية سديرة التابعة لقضاء الشرقاط. انضم في البداية إلى كلية القوة الجوية لدراسة الطيران، لكنه تركها بعد 6 أشهر. لاحقاً التحق بدورة خاصة لأبناء عشائر الجبور ليصبح ضابطاً في الحرس الجمهوري. شارك في القتال ضمن اللواء المدرع الثاني ضد القوات الإيرانية، ثم نقل إلى اللواء الثامن للحرس الجمهوري، ومن ثم إلى فوج تدريب جهاز المخابرات. خلال فترة خدمته شاركت كتيبته في العرض العسكري السنوي لتأسيس الجيش العراقي. خطة الانقلاب التي كان الجبوري يخطط لها لم تكن تهدف فقط إلى التخلص من صدام حسين، بل كانت تستهدف إسقاط النظام بأكمله. تم تجهيز فرق متخصصة للتخلص من أعضاء حزب البعث داخل القصر الرئاسي، وكانت فرق المدفعية والطائرات قد استعدت بالقنابل والصواريخ، بينما جهز الجنود بنادقهم بالذخيرة الحية في خطوة غير معتادة في العروض العسكرية. الهدف كان واضحاً: القضاء على صدام وأركان نظامه خلال العرض العسكري المهيب. ولكن تم الكشف عن هذه المؤامرة بفضل أحد أفراد القوة المنفذة، والذي كان يحمل رتبة نائب ضابط في الحرس الرئاسي. هذا الشخص ذهب إلى جهاز الأمن الخاص وأبلغهم بتفاصيل الخطة. في 5 يناير 1990 قبل يوم واحد من العرض العسكري تم كشف المحاولة الانقلابية، وتم القبض على جميع المشاركين فيها، بمن فيهم ضباط استخبارات ومسؤولون عن فحص الأسلحة المشاركة في العرض. جاء الكشف عن هذه الخطة بالصدفة عندما أفشى أحد أعضاء اللجنة الانقلابية بالخطة إلى أخيه، الذي كان يعمل مخبراً لدى جهاز الاستخبارات العراقية. تم على الفور إبلاغ القادة الذين استطاعوا اختراق التنظيم الانقلابي. وفي عشية الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي تم القبض على المتآمرين وإيداعهم السجن. في يونيو من نفس العام صدرت أحكام الإعدام بحق المتورطين في المحاولة الانقلابية. تم إعدام 12 قائداً عسكرياً بمن فيهم سطم غنام الجبوري الذي عرف بلقب مهندس الانقلاب رمياً بالرصاص، بينما تم إعدام المدنيين الآخرين شنقاً حتى الموت. بهذا الحكم أغلق صدام حسين الباب أمام أي محاولات انقلابية مستقبلية، موجهاً رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التآمر ضد نظامه. هذا الإعدام الجماعي جاء في وقت كانت فيه الولايات المتحدة والقوى الغربية تعمل جاهدة على زعزعة استقرار العراق والإطاحة بصدام، ولكن هذه المحاولة الفاشلة كانت بمثابة ضربة قاضية لتلك المساعي، مؤكدة أن النظام العراقي كان مستعداً لردع أي تهديد داخلياً كان أم خارجياً.